أهلا وسهلا بناتي. اليوم عندنا فصل للمبتدئات دشداشة بشكل مبسط ونازك. عندي هنا طول القطعة 160 والقطعة 3 مترات، طبقتها إلى 3 طبقات حتى نفصل الردن عن القامة مثل ما علمتكم الفيديوهات السابقة. والقياس اللي حخيطه هو يلبس 38 إلى 40، يعني قياس سمول. والقطعة يعني هي أكيد كبيرة، فنطلع الزايد مو مشكلة. هسه راح نفصل الردن. هاي جهة الردن فصلناها، بعدين نفصلها نخليها آخر شي. أول ما نبدي نفصل هي القامة اللي هي هاي طبقتين، هاي الطبقتين نواسيهن، وإذا أكو عواج بالقماش نشيله. طبعا العرض خليته 4 أشبار وطشة حتى تكون من الحاشية كلوشة. طلعت القطعة عندي مشطورة، فهذا المشطور راح أخليه يعني من جهة الأكتاف لأنه بالفصل حيروح عندنا. حفرة الركبة حتكون عرضها 4 أصابع، هاي مثل ما تشوفون بالفيديو دا أشر. نبدي نقص حفرة الركبة يعني طبق، والأكتاف حتكون عرضها 4 أصابع مفتوحات شوية. ونبدي نحفر حفرة الأبط. حفرة الأبط يعني هي أكيد شبر و4 أصابع فتح أو مسدودات حسب القياس اللي حنخيطه. وهنا نقيس محيط الصدر هم من نفس حفرة الأبط، وننزل على القامة. هاي هنا خلصنا فصال القامة من حفرة أبط وخصر. الخطوة اللي بعدها نكوي لاصق على جهة واحدة، ناخذها اللي هي حتكون جهة الأمام. هاي ناخذ واحدة على مود نحفر حفرة الركبة، بس بالبداية نكوي لاصق. يلا نفصل. عندنا هنا الردن أريد أسوي بها كلوشة، والكلوشة شوية بها كسرات. القماش عندي يعني هو راهي، والقياس عندي سمال، فكلش يكون مريح بالفصال. اللي قياسهم يعني يلبس اكس لارج او اكسين لارج ياخذ 3 مترات ونص، 4 مترات، لأن كل قياس وفصل يحتاج له قماش يختلف عن الثاني. هسه هنا عندنا هاي مالت الردن نقيسها، اللي راح نثبت عليها كلوشة، ما نسويها ضيقة حيل لأن ما حتكون من يم الكف، حتكون تقريبا من وسط الإيد. هي 3 أشبار طول الردن، فإحنا ننطيها رهاوة لأنه يحتاج كف وخياط من يم الأبط واليم الكلوشة. هسه نبدي نفصل الكلوشة. هاي مثل ما تشوفون شلون راح أطبق القماش. أني الذيك اللي ردن صارت شبرين، فهنا أحتاج شبر الثالث حتى تكون 3 أشبار متساوية، ونترك قلت لكم يعني مجال للخياط. طلعت عندنا كلوشة بكل سهولة. بس قبل لا نقص الحفرة نتأكد على قياس الردن. يلا نبدي نقص الشبر وهاي الزايد، وهنا الكسرات البسيطة. بعد ما أخذنا القياس قصينا، وهنا من هنا نشيل المسدود. طلعت ردن عندنا بسيطة وحلوة. نبدي هنا نخيط. أول ما نبدأ نخيط حفرة الركبة، شوفوا هاي عندي مفصلة هنا مالت حفرة الركبة، نبدأ نخيطها. نسحب الخيط حتى ما يقطع عندنا وبنص الخياط. هو هذا نوعية القماش سوفت، فتكون يعني القامة مالت القماش راهية. يعني الكشميرات لا، إلا تحتاج نخلي لها مسطرة من فوق نطولها من يم الأكتاف وحفرة الركبة. واعذروني إذا الصوت شوية بيبحى لأنه ماخذة برد وتعب، أكيد مسؤولية والتزامات. هسه هنا هالشكل نخليه يا خلي خيطناها أو حفرة الركبة مثل ما تشوفون، ونبدي نتقلها حتى تثبت عندنا. نبدي دائر مدايرة نتقلها.
هو الأفضل تنكوي قبل لا تتقل حتى تكون سهلة بالخياط، بس أنا أسيطر عليها لأنه ماخذة إيدي على الماكينة والهاي، وهم أتعاجز من أقعد على الماكينة أتعاجز، يعني أقوم أكوي وأرجع، فأكمل خياط وأكوي للكل. هنا نبدي نخلي هاي اللوازم الخياطة السوتاج على دائر مداير حفرة الرقبة، لأنه هو ما يحتاج يعني هواي لوازم، القماش هو مشجر والتشجيرة مالته يعني واضحة، فهيجي نوعية تشجيرات ما تحتاج لوازم هواية، مجرد سوتاج واحد ولون يكفي. هاي شوفوا طلعت لنا بهذا الشكل. خلصنا هاي جهة الأمام، نبدي نخيط حفرة الرقبة مالت الظهر، همينة خليت لها هذا القالب مالتها وابدي همين أتقلها، والقماش ناعم ما يثبت على الماكينة فكلش متعب بالخياط، بس على العموم احنا أقوى لأن عندنا إرادة نتعلم ونضبط شغلنا، فهالأشياء يعني لا تخلوها تقيدكم. وهنا هم نشرحها حتى لما نقلبها ما تبوط عندنا وتصير بالخياط يعني مو مرتبة. هسه نبدي نثبت الأكتاف، ناخذ نهاية حفرة الرقبة من الجهتين الأمام والخلف هالشكل، ونثبت هاي عليها تصير فوقها، يعني الياخة مال حفرة رقبة الظهر تصير على حفرة الأمام. هاي مثل ما تشوفون شلون دا أحاول يعني أوضح لكم يا بالتصوير. هاي الجهة الثانية همينة، وبعد هالخطوة نتقل الياخة مالت الظهر ونخيط الردن ونثبت الردن على حفرة الأبط مال القامة. ساعدنا هنا جهز البقية التفاصيل اللي ذكرتها. عندنا هسه هاي الردن، شوفوا راح نخلي الكلوشة على الردن العادية اللي فصلناها، هاي هالشكل نخيط. قبل لا نخيطها للأخير ناخذ النهايات مال الكلوشة والردن، والزايد هذا اللي راح نكسره مثل ما تشوفون بهاي الردن حتى يكون بالوسط، لأن التكسيرة ناعمة يعني مو تكسيرة هواية. هنا خلصت عندنا الكلوشة اللي ثبتناها، نشيل الخيط الزايد ونبدي نكفها الكلوشة، نكفها رفيع لأنه يعني ما تحب كلوشة كفة عريضة تخرب الكلوشة. هاي نثنيه يعني ثانية أولى وثانية ثانية حتى ما يطلع عندنا مهزل القماش ومنظره مو حلو. هاي كفيناها، نبدي نثبت نفس السوتاج اللي ثبتناه على حفرة الرقبة على هالخياط اللي صار بالوسط بين الردن العادية والكلوشة. هاي هالشكل. هالشكل أشياء بسيطة بس تنطي جمالية للقطعة اللي لابسيها، خصوصا يعني الصيف يحب هاي الألوان، البياضات الورود. قلت لكم هنا عندنا ثبتنا الردن، راح نبدأ نخيط الجوانب. هاي نقلبها عاد على القفة هالشكل، ونبدأ نخيط من بداية الردن لنهاية القامة. هاي مثل ما واضح بالفيديو هالشكل، نواسي زين حتى ما يطلع يعني بجهة ماخذين هواي بالخياط وجهة لا، خصوصا يعني إذا الأقمشة كانت ناعمة. عندنا هاي المسطرة سويتها
حأخليها أحزام للقطعة اللي خيطناها حتى تنطي على شكل فستان بسيط، على شكل دشداشة بس مخصرة، يعني تلبس بشكلين. وهاي راح أسويهن على شكل حلقات أثبت بيها الحزام. وراح أسوي همينة شريط أو مثل التعبير أو القيطان حسب يعني مسمياتكم، وتكون فيونكة بسيطة صغيرونة على السوتاج الأمامي اللي خليناه بالصدر. جدا رفيعة نسويها. ركزوا لي بنات على طريقة خياط الحزام اللي مرات تشوفوه بالجاهز وتقولون هاي شلون تخيط هيجي، وين الخياط؟ شوفوا هسه مثل ما خيطت راح نترك مسافة صغيرونة ما نخيطها. هاي من عندها من راح نقلب الحزام راح يطلع عندنا الخياط يعني دفن. شوفوا هاي اللي فتحناه، الفتحة اللي تركناها ما خيطناها. هسه من راح أراجع القماش مالت الحزام على الوجه حتعرفون قصدي. شوفوا جبت هذا اللي در نفيس صغيروني نحتاجه بشد الإبرة وغيره. هاي إن شاء الله دا يكون واضح عليكم. ومن هنا نطلعها، شوفوا نطلع هذا الحزام اللي خيطناه من هاي الفتحة الصغيرونة اللي تركناها ما خيطنا. وهاي الجهة الثانية. هاي إن شاء الله دا يكون واضح لكم التصوير هالشكل. شوفوا طلع عندنا حزام مخيط بطريقة جدا راقية. وهنا ثبتت هاي الفيونكة وهالحلقات اللي دخلت بيها الحزام، وهالحزام بعد ما طبعا كويته كله. وهاي ردن الكلوش اللي سويناها. شوفوا القماش ما يحتاج لوازم هواية. إن شاء الله كان تصوير واضح بالفصال والخياط. كتبوا لي رأيكم شنو تحبون أنزل لكم بعد موديلات. هاي بقية التفاصيل. أشوفكم على خير.